إيش سبب الزنا؟ الزنا كل يعرف أنه حرام، لكن ما سبب ظهوره وكثرة؟ سببه انفلات النساء وإعطائهن الحرية وإعطائهن الأعمال مع الرجال كما ينادى به الآن. هذا مدعاة لكثرة الزنا، لأن الشهوة موجودة في الناس رجالا ونساء، ما راحت الشهوة. فإذا تبرجت النساء وتعطرت وخرجت للأسواق وللمكاتب وللكاشيرات والبيع والشراء واستلمت الأعمال واختلطت بالرجال، الشهوة موجودة والشيطان موجود، يحصل التحرش، يحصل الفتنة. أما إذا ضبطت النساء وانضبطت أمنت الفتنة. لكن إذا أطلقت النساء ونادى من ينادي من الأشرار بحرية المرأة كما يقولون، وهي ما هي بحرية، أشد العبودية. هذه عبودية للشهوات والعياذ بالله، عبودية للشهوات. الحرية في طاعة الله عز وجل والتحرر من المعاصي. فالمرأة إذا أطلقت في آخر الزمان حصل كثرة الزنا، لأنه وسيلة زنا، سيما إذا تبرجت بالزينة واختلطت بالرجال وأعطيت الحرية التامة في التجول، وصار مفتاح السيارة بيدها، تبي تقود السيارة وتروح للي تبي، وصارت الاتصالات تأتي إليها وهي في قعر بيتها، تصل بها الأشرار، تجيها الصور، تنظر إلى كل شيء في الإنترنت أو أشياء أنا ما أعرفها، لكن حصلت وكثرت، والمرأة في قعر بيتها. والحرية في التنقل حتى ولو كانت في بيتها فيه يجيها الشر بواسطة هذه الوسائل، عند ذلك يكثر الزنا والعياذ بالله.